بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا راح نستعمل علم الجفر لاكتشاف سر هذه الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طبعا علم الجفر هو موجود حساب الجمل الكبير في الكتب، موجود على الانترنت. الكل حرف إلى عدد معين خاص به، وموجود هذا الجدول، أي واحد يقدر يطلع. فراح نكتشف شنو سر هذه الآية. راح نركز على كلمة البر وكلمة الإثم، وراح نعرف شنو المقصود بهاي الآية. نبدأ بسم الله. كلمة بر، يطلع الباء 2، الراء 200، يطلع الناتج 202. نكتب محمد زائد علي. محمد يطلع عددها 92، علي يطلع عددها 110. يعني من نجزئ الأحرف ونطلع الأعداد مالتها. 92 زائد 110 أيضا 202. فالمقصود بهاي الآية اكتشفنا أنه تعاون على البر والتقوى، أن المقصود به محمد وعلي. طيب، نجي إلى كلمة الإثم. نكتب إثم. الإثم من الجزء الأحرف يطلع الناتج مالها 541. 541. راح نكتب أبو بكر وعمر. أبو بكر زائد عمر. نجمع. أبو بكر العدد مالته 231، عمر العدد مالته 310. نجمع 231 زائد 310 يطلع الناتج 541. فالآن اكتشفنا سر الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي وتعاونوا على البر والتقوى هو محمد وعلي، والإثم والعدوان هم أبو بكر وعمر. وهذا سر من أسرار الجفر، وتقدرون تسوونها وتطبقون الطريقة وتتأكدون. وهنا أنا سويتها بعد أمامكم. وطبعا أكيد أنه أبو بكر وعمر هم الإثم والعدوان لجرائمهم اللي سووها بحق أهل البيت ليست قليلة. والله يهدي الجميع إن شاء الله.